مساء الفل. عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده انا طالعه معاكم علشان اقول لكم على شويه اسرار كده. اول حاجه هنبداها هي اسرار الميك اب الخفيف، علشان في بنات كتير قوي لما نزلت الفيديو اللي فات كان عندهم اسئله كتير، فقلت لهم ان انا هطلع لكم لايف النهارده وتسالوا الاسئله اللي انتوا عايزينها، هنقعد مع بعض شويه. علشان بس نبدأ سريعا هعيد عليكم تاني. أنا كنت بنصح البنات بإيه في الصيف. قلت لهم إنه لازم يبقى الميك اب خفيف، ما يبقاش طبقات كتيرة، وحاول نبعد على قد ما نقدر عن الفاونديشن. علشان كده أنا نصحتهم إن هما دايما يستخدموا كومباكت باودر تحت العين، اللي هو زي دلوقتي كده. هعمل لكم ميك اب سريع اللي أنا بعمله وأنا خارجة على طول. شايفين الفرق؟ اي كومباكت باودر محترمه بتبقى ميكس ما بين الفاونديشن والباودر، ودي بتعمل كفرج حلوه او تغطيه لذيذه يعني. ساعتها مش بتحتاجوا كونسيلر، لان دي بتبقى اهم حاجه في الميك اب، علشان ما تحطوش كونسيلر وفوقيه باودر، وده مع الوقت بيزود الخطوط تحت العين والحاجات دي كلها. شنطتي بيبقى فيها ايه بقى؟ هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم دلوقتي. هي دي شنطه ميك اب صغيره بتاعتي، بيبقى فيها الباودر وفيها بلاشر، ده اللي انا هحطه دلوقتي. البلاشر دايما انا بحب لونه يبقى الوانه على بنيات او على اورنج، ودايما لما بعمل البلاشر بعمله بخط طولي كده عشان يسحب الوش. هوريكم برضو الخد ده، هنرجع اوريكم الفرق. بصوا كده معايا، يعني شايفين الفرق من هنا؟ الوش تحسوه اتسحب بالطريقه دي عن الناحيه دي. الناحيه دي لسه ما حطيتش فيها حاجه، فهنا هتحسوا الوش خد دايركشن كده لذيذ. والناحيه دي برضو اهو كده. بقى بحب الخبط وشي بقيه الكميه اللي موجوده في الفرشه عادي، لان انا اصلا بحب السمار، يعني انا بحب تبقى بشرتي تميل الى السمار يعني. بعد ما بنحط البلاشر اكمل لكم بقى في ايه تاني في شنطتي. عندي طبعا الفازلين ليب بالم دي، يعني ما بسيبهاش، لما بتخلص لازم بجيب منها تاني. الحاجة التانية اللي بتبقى في شنطتي برضو بيبقى قلم الحواجب. ده انا بحتاج احيانا بيه اظبط شوية حاجات، لو يعني في شوية فراغات مضايقاني بتاع. بس المرة دي بصراحة انا مش هعمل اي حاجة في الحواجب، عشان البنات بيقعدوا يقولوا لي انتي حواجبك مش محتاجة اساسا. انا عامله لها بالمناسبه مايكرو بليدنج، وعامله لها حاجه اسمها شادوينج، زي تظليل كده، عشان ما يخلينيش افضل ارسم فيها كل يوم. هي ممكن دلوقتي شكلها ما يبقاش مظبوط قوي، بتتظبط اكتر بالقلم، مفيش حاجه بيرفكت يعني لاخر الوقت، بس يعني بيبقى شكلها مش وحش. الحاجه التانية بقى اللي كنت عايزه اقول لكم عليها، ان وانا خارجه احيانا في الصيف مش بحب شعري يبقى مفروض كده طول الوقت، فلقيت طريقه ظريفه لطيفه عايزه اقولها لكم برضو بنعملها ازاي وانا خارجه، وسريعه ما بتاخدش وقت. بنعمل كده، ناخد اول خصله، اوكي اهي، نظبط دي. بعد كده هنروح ربطينها باستك كده اهو من هنا. الحاجه دي ممكن على فكره تعملوها لاولادكم لو عندكم ولاد في المدرسه، او لو انتوا بتحبوا الحاجات السامبل اللذيذه. انا دي برضو بعملها بصراحه على طول، بحبها. وبعد كده بنقسم الشعر، يعني بنطولها شويه ونقسم الشعر من هنا، ونروح عاملين كده اهو، نقلبها. وبعد كده هنلاقي الفراغ عمل الشكل ده، هنروح مضيقينه بس شويه كده، وناخد الغصله اللي بعدها. فرشه ورقات، يا سلام. ناخد بعد كده الخصله اللي بعدها، فلتكن دي مثلا، هنعمل فيها نفس القصه، توكه صغيره جدا كده، بس هنضرب الاتنين مع بعض، يعني هناخد الاتنين مع بعض اللي احنا عملناها والتانية، وهوريكم دلوقتي هنفتحها ازاي. اوكي، هنربطها كده تاني مرة كمان، ومرة كمان،
يا جماعه لو عندكم اي اسئله قولوها، انا هحاول القط الاسئله واجاوب عليها. اهي كده تمام. هنروح عاملين نفس الحركه بس هنقسم الاتنين مع بعض اهو كده، ونروح قلبينها واخدينها بالشكل ده اهي. بعد كده نعملها كده، وبعد كده هنروح لمين الشعر كله. دي الحصان بالشكل ده. هنحط هنا التوكة العادية جدا، وهنجيب خصلة شعر صغنونة نلفها على التوكة عشان ما يبقاش لونها مستفز او عض عن بقية الشكل. هندخلها كده، هو ده اللوك. ونقدر بقى ساعتها نفتح شوية حاجات. هنجيب الموبايل كده شوية عشان تشوفوا اهي بقت شكلها عامل كده. ممكن طبعا نزود واحدة تانية هنا، والجناب نعملها كده بقى. هو ده شكل الشعر. الحركة دي نقدر نعملها في الجنب، نقدر نعملها في الجناب بتاعت الشعر، نقدر نعملها الصبح، نقدر نعملها على فكرة لو عندنا اي حاجة مهمة بالليل برضو تتعمل عادي. المهم انه ده اللوك النهائي لاي حد خارج الصبح لابس حاجة سبورتيف كده زي ما انا عاملة. عندكم اي اسئلة يا شباب؟ عندكم اي اسئلة يا بنات؟ انا كده عملت كل حاجة، طلعت عملت الميك اب ووريتكم طريقة الشعر الكاجوال اللي انا بحبها. ولو عندكم اي اسئلة تانية برضو سيبوها لي تحت في الكومنتس وهرد عليها على طول. باي باي.